السلام عليكم. النهارده في الفيديو ده انا جمعت لكم الفيديوهات اللي عملناها في الريلز بتاعت معلومة على الماشي اللي اتكلمنا فيها عن القواعد الصحية. 5 قواعد صحية لازم تبقى عارفهم، هيفرقوا معاك. يلا بينا. السلام عليكم. للناس اللي عندها ارق او بتلاقي صعوبه في بدايه النوم، يسيف فاونديشن بتقول لك تجرب قاعده ال3 2 1. 3 ساعات قبل النوم ما تاكلش اكله تقيله، ساعتين قبل النوم ما تشربش كافيين، وساعه قبل النوم تحاول ما تقعدش كتير قدام الشاشات سواء لابتوب او موبايل. جربوها لمده اسبوع وقولوا لي لو نفعتكم. لو انت بتقعد كتير قدام الشاشات سواء في الشغل او في الدراسة، فخد بالك ان ده على المدى الطويل ممكن يأثر بالسلب على عينيك سواء بالارهاق او الجفاف. الأكاديمية الأمريكية لطب العيون عملت قاعدة كده عشان تحاول تقلل من آثار القعدة الطويلة قدام الشاشات، وهي قاعدة العشرينات. إنك كل 20 دقيقة تبص لمدة 20 ثانية على حاجة بعيدة عنك مسافة 20 قدم. طبعا 20 قدم دي مش هتقوم تحسبها يعني، ولكن حاجة بعيدة عنك شوية في الأفق بحيث إنك تريح عينك. يبقوا جربوها هتلاقوها مفيدة إن شاء الله. لكل الناس اللي بتستخدم السماعات الهيدفونز او الايربودز لمده طويله تركز في الفيديو ده. السلام عليكم. عمركم سمعتوا عن قاعده ال60 او ال60-60 رول؟ الامريكان سبيتش لانجويج هيرنج اسوشيشن في السيف ليسننج جايد لاينز بتاعتهم في 2021 وصوا الناس اللي بتستخدم السماعات لمده طويله بقاعده ال60 او 60-60 رول، وهي باختصار انك تخلي ليفل الصوت في السماعات ما يزيدش عن 60% وما تفضلش تسمع لمده اكتر من 60 دقيقه متواصله. لازم تريح ودنك بين الفترات دي وتزود وقت الراحه على قد ما تقدر. طب واحنا ليه ممكن نعمل كده؟ عشان في دراسات بتقول ان الصوت العالي والمدة الطويله ممكن يؤدي الى ضعف سمع تدريجي، ده غير ان الاستخدام الطويل للسماعات ممكن يؤدي لخطر التهابات الاذن الخارجيه، ده لان السماعات بتقلل التهويه وبتحبس الرطوبه. الخلاصه ان السماعات في حد ذاتها مش خطر، لكن طريقه الاستخدام دايما هي اللي بتفرق. خلي الصوت معتدل وخد فترات راحه زي ما قلنا، وتقدر تستمتع بالسماعات وفي نفس الوقت تحافظ على ودانك وسمعك. اكيد في الشتاء مش بتفتكر تشرب بسهوله. تعال اقول لك على طريقه هتساعدنا ازاي نفتكر ان احنا نشرب الكميه المناسبه لينا. التوصيات الرسميه بتقول ان معظم الناس بيحتاج من 2 ل 2.5 لتر ميه يوميا. وكمان حسب بحث منشور في الجورنال اوف نيوتريشن سنه 2012 بيقول ان الجفاف حتى لو بسيط ممكن يؤدي لضعف في الاداء الذهني لنسبه ممكن توصل ل 15%. انا بقى حولت لك كل الارقام دي لقاعده سهله هتساعدنا ان احنا ما ننساش نشرب ميه. القاعده ببساطه هي 2 في 3. كوبايتين ميه كبار 3 مرات في اليوم هتساعدك انك توصل للحد الادنى من كميه الميه اللي جسمك محتاجها يوميا، وكمان هنقلل بيها فرص الصداع او الامساك او قله التركيز. ما تنسوش تجربوها وبقولوا لي لو فرقت معاكم. السلام عليكم. لو انت بيجيلك توتر وعايز تتحكم فيه، في قاعدة كده تنفسية اسمها 4-4-6 بتخليك تبطئ النفس بتاعك، ده بيديك قدرة أكتر على التحكم في جسمك. 4 ثواني شهيق، 4 ثواني تحبس فيهم النفس، و6 ثواني تعمل فيهم الزفير. وجربها. ودلوقتي بعد ما خلصنا، لو عجبكم الفيديو شيروه مع أصحابكم، ولو حد عنده أي تعليق طبعا مرحب بيه جدا.